الحالة اللي هكلم حضراتكم عنها النهارده من الحالات اللي بعتز بيها وسعيد بيها جدا الحقيقة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. زي حضراتكم أنا دكتور أحمد الشربيني، أخصائي أمراض القلب. جالي مريض بيشتكي دايما من نهجان وتقل في النفس مع المجهود. عمل فحوصات كتير جدا وتقريبا ما سابش حاجة ما عملهاش يعني علشان يوصل للسبب وما وصلش. وبالصدفة يعني كان قاعد مع مريض متابع معايا بيقول له ايه ده انا اتفرجت على فيديو قبل كده، ده دكتور احمد بيقول اي حاجة مع المجهود لازم نطمن على القلب، ما تيجي نروح له. فجه بندردش، هو مريض ضغط وسكر، هو مثقف ومتعلم وفاهم ومحافظ على ضغطه وسكره الحقيقه. وابتدى يعرض عليا الفحوصات اللي عاملها، فعلا رسم القلب كويس، اشعه الايكو كويسه، صوره الدم كويسه، عامل بقى وظائف كبد وكلى وغده وكل ما تشتهي الانفس يعني. فرجعت الفحوصات كلها الحقيقه لقيتها كويسه، وانا بفحصه مفيش حاجه قلقاني، بس شكوته فعلا مقلقه. فابتديت ادور، قلت لا يعني المشكله فعلا في الشريان التاجي. طلبت منه انه يعمل رسم قلب بالمجهود، وفعلا لما عمل رسم القلب بالمجهود طلع ايجابي واثبت فعلا انه في قصور في الشريان التاجي. عملنا القسطره وحددنا المشكله الحمد لله وعالجناها. هو بس المسج اللي انا عايز اوصلها ايه، الحمد لله بفضل الله الراجل دلوقتي بقى ما عادش بيشتكي من حاجه، وبقى عايش حياته بصوره طبيعيه وبيمارس مجهود بصوره طبيعيه وما عادش عنده اي مشاكل. المسج بس اللي عايز اوصلها ان دي حاجه اسمها الانجينا ايكويفالنت. انجينا ايكويفالنت دي يعني الذبحه الصدريه اللي بتيجي ما بتجيش بالصوره التقليديه بتاعتها، بتيجي دايما في صوره نهجان او تقل في النفس، ودايما برضو زي ما اتفقنا مرتبطه بالمجهود. فلو لا قدر الله في عرض مرتبط بالمجهود زي ما اتفقنا لازم تراجع دكتور القلب وتطمن. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، ادعوا لاهالينا في فلسطين والسودان ولبنان بالصبر والثبات. دمتم بصحه وعافيه.